أليس المفروض تعمل رز مقلي. راحت جابت فرخة من عند الجيران، مسكتها وهزتها جامد، الفرخة ابتدت تبيض بشكل جنوني. أليس رمت رز بايت وبواقي مكونات في الوok، 60 ثانية تشويح على نار عالية، وهوب رز تايتشي المقلي اتولد. الناس كلها فاكرة إنها بتستعرض وخلاص ومفيش أي مهارة حقيقية. الحكم خد أول لقمة، ملامح وشه اتغيرت فورا، حس بطعم أكل أمه. الحكم التاني مش قادر يبطل مدح فيه. المدير التنفيذي تشارلز واقف محتار، انتي حطيتي مشروم في الأكلة دي؟ ويطلع إن أليسا صاحبه أكل أسطورية، أي مكون عادي في إيديها بيتحول لتحفة فنية في ثواني. في يوم من الأيام حبت تساعد أمها العيانة، مسكت تنين عايش من آلاف السنين، كانت ناوية تعمل شوربة تنين لأمها. الأم افتكرت إن بنتها أخيرا حست بيها. أول رشفة من الشوربة، في حاجة غلط في الطعم، ده تنينها الغالي اللي مربياه من 50,000 سنة. علشان توقف البنت دي عن طبخ حيواناتها، الأم ادت أليس شنطة وبعتتها تنزل من الجبل تدور على أبوها الحقيقي، وقبل ما تمشي ادتها قلادة من اليشم. القلادة دي بتعرف تحس بمكان أبوها. الأم أخيرا ارتاحت وهي بتتفرج عليها ماشية. أليس لسه نازلة من الجبل بالعافية، بطنها ابتدت تزن، شافت فرخة برية على جنب الطريق، 10,000 وصفة عدوا في دماغها في لحظة، لازم تمسكها. بالغلط خبطت ودخلت في مسابقة طبخ، وعلى طول وقعت في حضن تشارلز المدير التنفيذي. النهارده مطعم فوق ومطعم قمة الجبل بيتنافسوا، الفايز هيمثل أمريكا في بطولة الطبخ العالمية. أليسا كسرت التوتر والمسابقة بدأت رسميا.